مستحيل حد يخرج من الفيديو ده وهو لسه شايف إن الفطير المشلتت صعب أو معقد أو محتاج أي احترافية. علشان هقولك على أبسط وأسهل طريقة تعملي بيها الفطير المشلتت في البيت بكل سهولة ويطلع معاكي كده مورق بأقل كمية زبدة. وهقولك النهاردة كمان على طريقة توريق مختلفة تماما عن أي طريقة انت شفتيها قبل كده، سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش معاكي وقت خالص ولا فرهدة كمان. يلا كده نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات وشجعوني كده بلايك. كوبايتين كده من الدقيق بما يعادل نص كيلو، نخلتهم كويس جدا والفطير ما بيتحطش عليه خالص غير رشه من الملح، والنص كيلو بياخد له معلقتين من السكر. اهم حاجه في العجينه ما تعجنيش بميه فتره، اعجني بميه تكون سخنه، يعني اغليها وسيبيها يا دوب بس تهدى شويه وبعد كده اعجني بيها. وبعجنها كويس جدا. اهم حاجه في الفطير العجينه بتاعته، بعد ما بلمها كده معايا بنزل بها كده على الرخامه بتاعتي وبفضل ادعك وافرك فيها كده يمين وشمال. اهم حاجه العجينه عشان تطلع معاكي فطيره كويسة ومورقة، أهم حاجة وأهم خطوة هي العجين. يعني بنعجن فيها كده حوالي ربع ساعة. بعد كده بحطها في البولة بغطيها بس كده برشة من الزيت، وبعد كده بسيبها ترتاح لمدة نص ساعة. وأهم حاجة في الفطير إن انت تريحي معاكي العجينة سواء بعد العجن أو بعد الفرد. بقطعها كده لكور صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين كده. يعني كوبايتين دي بيطلعوا معايا حوالي 15 كورة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. ببدأ كده ان انا الفها بالشكل ده كده وبسيبها ترتاح تاني لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة. كل ما بتريحي العجينة معاكي كل ما بتبقى معاكي الفطيرة أسهل وأنجح كمان. بعد كده بجيب، ودي التركاية بقى في الفرد بتاعنا، بجيب كده شوية من النشا وبغلف كده بيهم الكرات بتاعتنا، بفردها بس كده فردة بسيطة. ودي أسهل طريقة وبتطلعه معاكي كده مورق وبتحسي إن انت بتاكلي كده جلاش. بعد ما خلصت الكمية كلها وغلفت كده كل الكرات بتاعتي بشوية كده من النشا وعملتها بالشكل ده، معلقتين كده من الزبدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة. ببدأ ان انا افردها بس كده حتة صغيرة زي ما انتم شايفين كده، وادهنها كده بدهنة بسيطة من الزبدة وبحطها كده فوق بعضها طبقات. اخر طبقة ما بحطش عليها اي حاجة، ببدأ ان انا افردهم كلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ويا رب النتيجة تكون واضحة او الطريقة تكون واضحة. بعد كده بحط كده 5 وحدات على بعض او 7 كده على بعض، وبحط الباقي كده على بعضه. وفي النهاية انا عملتهم فطيرة واحدة يعني 15 كورة. النص كيلو دقيق يا دوب ان انت تعمليه فطيرة. الفطيرة الحلوة كمان اللي هي بتبقى كبيرة قوي بتبقى حوالي كيلو. بعد كده بريحهم برضو كمان لمدة نص ساعة. بعد كده بجيب النشابة بتاعتي وببدأ ان انا افردهم كده على قد ما بقدر. بظن مفيش اسهل من كده ولا يعني رياحة عن كده. ما خدناش وقت في التوريق خالص ولا الفرد، ما تعبناش في اي حاجة. بعد كده بفردها، بجيب بس معلقة برضو من السمنة كده وبحطها كده فيها. وتقدروا تستغنى عن الخطوة دي بس هي بتديها برضو توريقة تانية. ببدأ ان انا كده اجمع كده الطروف على بعضها بالشكل ده كده، الفطيرة بتاعتي. وكل توريقة برضو كده دهنة بسيطة خفيفة خالص، يعني كل اللي احنا احتاجناه او خدناه هما معلقتين سمنة مع معلقتين زبدة. يعني حاجة لا تذكر في الفطير. يعني الفطير كلنا عارفين ان هو بيحب الدهون كتير. بعد كده بجيب الصاج بتاعي بدهنه كده شوية من الزيت، وبلاش سمنة او زبدة في الصاج اللي انت هتدخليه فيه الفرن علشان ارضية الفطيرة ما تتحرقش. وبعد كده بريحها لمدة نص ساعة او ساعة. عايزة اقولك ولو سبتيها لتاني يوم كمان ما بيجرالهاش اي حاجة. كل ما بترتاح معاكي بتكون افضل. وتعرفي منين ان هي ارتاحت معاكي؟ ان انت بتفرديها ما بترجعش معاكي تاني. هفردها كده بالشكل ده والفرن بتاعي يكون سخن مسبقا. بحطها كده على الرف اللي تحت خالص وبشغل الشواية من فوق. شايفين بقى اللهم بارك حلوة جدا. ودي افضل طريقة ان انت تسوي بيها الفطير في فرن البوتاجاز ويطلع طري معاكي وما ينشفش. شايفين ما شاء الله. بحاول بقى ان انا اشوفها كده وبقلبها يمين وشمال وكل شوية ببص عليها. خلي بالك عشان برضو ما تتحرقش منك. واول ما بلاقيها بقى خلاص كده الوش بتاعها اتحمر من الشواية، بقت في الشواية ولو لسه محتاجة من تحت بفضل مولعة عادي وبقلبها برضو يمين وشمال. شايفين بقى الجمال ما شاء الله اللهم بارك. حلوة جدا، طعمها لذيذ حلو قوي بقى، مخرفشة كده وكمان مقرمشة من فوق وطرية كده من جوه. طعمها حلو جدا ولذيذة مع شوية عسل بقى كده وجبنة قديمة وطحينة. وكل بألف هنا. أحلى غدا ممكن تاكليه، حلوة جدا. ألف هنا لو عجبكم.